السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى ما نعمل النهاردة أحلى صينية مكرونة بالبشاميل. بما إننا بقى الحمد لله ربنا شفانا وعافانا، يا رب يا رب يشفي كل مريض. وما اقولكوش بقى على الكارثة اللي حصلت لي في آخر الفيديو، خلوكم معايا كده واقول لكم على اللي حصل لي. والحمد لله قدر الله وما شاء فعل. كده بقى اول حاجة هنعملها، مسكت بقى شوية بصل كده عملتهم في الكبة اليدوية كده تقطيع حلو. وبعد كده بقى حطيت المادة الدهنية بتاعتي، شوية سمنة شوية زيت زي ما انت حابة اعملي. وكده بقى بوريكم كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بواقي من رمضان من عدا اللبن يا جماعة. بصوا الجبنة الموتزاريلا دي كان كيس كبير ففاض مني في رمضان، عملتهم في علب صغيرة كده. قلت ايه عشان لو عملت صواني بتاع مش عارف ايه الحاجات دي. حطيت بقى مية للسليق بتاع المكرونة. وده البصل اهوت زي ما انتوا شايفين. وقولوا لي بقى، عايزه اقول لكم بقى على كام خطوايه كده وقولوا لي انتوا زيي ولا ايه. بتحبوا التعصيج بتاع اللحمه ولا بتحبوا التعصيج بتاع البانيه في المكرونه البشاميل؟ فبصراحه انا يعني بحب المكرونه بالبشاميل بالبانيه، ما بحبهاش باللحمه. بتبقى طعمها احلى واجمل. بصوا بتبقى الصينيه في حته تانية خالص. بصوا كده بقى خلاص، انا كل شويه بشوح في البصلايه. ممكن بقى تحطي لو انت هتعمليها باللحمه بتحطي اللحمه الاول تاخد صدمه وبعد كده تنزلي بالبصلايه. وممكن تحطي البصلايه الاول وبعد كده اللحم زي ما انت حابه اعملي. كده خلاص الميه بتاعه المكرونه يعني هدرت. فحطيت معلقه من الملح وشويه من الزيت. ليه؟ علشان المكرونه بتاعتك ما تتعجنش معاكي وتبقى كل مكرونايه لوحدها. احنا عايزينهم متخاصمين يا جماعه، مش عايزينهم لازقين في بعض. ايوه احنا بنحب كده، بنحب المكرونه تكون متخاصمه وكل مكرونه لوحدها في حته. مين بقى اللي زي كده؟ بصوا كده خلاص حطيت بقى المكرونة، هسيبها بقى تتسلق ونبتدي نعمل الخطوية اللي بعد كده. طبعا كلنا ستات بيوت شاطرين. وما اقولكوش بقى على خير رمضان. شفتوا بقى يعني رمضان تم وبسم الله ما شاء الله، ففي بواقي من رمضان. اي حاجة يا جماعة احنا في ايام، بصوا مش هقول لكم بقى صعبة ومش عارف ايه، الحمد لله رب العالمين ربنا ما بينساش حد. فبصوا اي بواقي فايضة منك، شوية بلح شوية زبيب شوية اي حاجة، شوية مكسرات جلاش كنافة، كل الحاجات دي حطيها عندك في الفريزر. وكل ما هتعوزي حاجة او هتعملي صينية حاجة هتطلعي من بواقي بتاعة رمضان. هشوفوا شهر رمضان خلص وبصوا والخير لسه موجود. يعني بناخد من الحاجات من البواقي اللي موجودة من شهر رمضان. بسم الله ما شاء الله. والله كانت كلها ايام خير وبركة. وشهر رمضان ده احلى شهر في السنة وضيف خفيف وجميل. وبصوا يعني مش عارفة اقول لكم، ضيف بيطير بيجري يعني. يا ريت كل السنة رمضان زي ما بيقولوا والله. يا ريت كل السنة رمضان. يلا الحمد لله. بصوا في ناس بقى ايه، عايزة اقول لكم برضو على معلومة. في ناس بتصوم، يعني في ناس بتحب الصيام قوي قوي. يعني انا سمعت واحدة بتقول للشيخ ان بتصوم كتير. فالشيخ قال لها لا يعني ما تصوميش السنة كلها، يعني الظهر كله ما ينفعش عشان باش حرام. لان الصيام هو شهر واحد في السنة، فلازم هو ده اللي نصومه مش هنسيب منه ولا يوم. قال ان كان بقى عندك عذر او حاجة. ولكن لو انت بتحب الصيام ما خير وبركة ما تصومي، بس لازم يكون في فاصل في الصيام. يعني مثلا ممكن تصومي يومين وتفطري يوم، ممكن تفطري يوم وتصومي يوم. وطبعا الستة البيض مع مثلا لو بتصومي اتنين وخميس كده مفيش اي مشكلة عادي. لكن ما ينفعش يبقى بصوا يعني واخداها صيام على طول مفيش فطار، ده لا ما ينفعش. لان هو الصيام هو شهر رمضان دوت اللي احنا بنصومه كله ما بنسيبش منه ولا يوم. حتى مثلا لو حصل ظروف ولا حاجة بنرجع نعوضهم. طبعا انتوا فاهميني وعارفين بقول لكم ايه. كده بصوا بقى الخطوية الجميلة اللي بحب احطها في التعصيج بتاع المكرونة. قولوا لي بقى مين اللي زي كده. بحط طماطم كده 3 طماطمات. وبحط شوية فلفل شطة كده زي ما انتوا شايفين. وببتدي بقى افرمهم في الكبة اليدوية. ليه بعملهم؟ ما انا ممكن اضربهم في الخلاط، لا انا بس مش عايزة اضربهم في الخلاط. ليه؟ لانهم مش عايزة انا صلصة طماطم مخلوطة اللي هو الخلط الناعم، لا انا عايزة فيها كأنها يبصوا مبشورة كده. فالكبة لما تضربي خبطتين كده فبتبقى الحاجة بتاعتك كأنها مبشورة. لكن لو انت عايزاها خلط زي الخلاط بتقعدي بقى تعملي كده باليد لحد ما بتخليها ناعم خالص. يعني لو النور قاطع عندك ولا حاجة الكبة دي حلوة قوي قوي وجميلة كمان. يعني بتنفع في حاجات كتير. عايزة بقى البشر بتاعك متوسط، عايزاه ناعم قوي، انت اللي بتتحكمي لانها هي يدوية. والعيون اللي عندك في الطبقة بتاعة الوش ديت مستويات، يعني مستوى اول مستوى تاني مستوى تالت.
بصوا انا عايزاها ايوه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، الخلط اللي انتوا شايفينه دوت، يكون الفلفل بتاعي باين والطماطم كده. وهبتدي بقى دلوقتي المكرونه اتسلقت، همسكها بقى انشيلها كده في الصينيه. طبعا انا مش هصفيها، لان بصوا انا عايزه اخلص يعني الاكل بسرعه، وطبعا انا ما صفيتهاش لان طبعا المكرونه البشاميل اللي بتحب النشا والحاجات، يعني مش عايزه اشطفها ومش عايزه ايه اتخلص من الحاجات اللي في المكرونه. كده خلاص اهوت هشيلها خالص. وطبعا بصوا بسم الله ما شاء الله، المكرونه كلها زي ما قلت لكم متخاصمين مع بعض، يعني كل واحده لوحدها. المكرونه بهزر معاكم يا جماعه، المكرونه يعني كلها حلوه كده وسايبه ومفيش حاجه ايه متعجنه. وتخلي كمان وانت بتسلقي المكرونه ما تسلقهاش السلق اللي هو الاخر، يعني اللي خلاص ان انت هتاكليها، لا، لازم تسيبي فيها شويه علشان لسه هتكمل سواها في الفرن. وطبعا المكرونه بالبشاميل ده كل حاجه بتبقى مستويه، يعني المكرونه سلقينها، البشاميل اللي عاملينه، التعصيج مستوي، فايه فخلي بس المكرونه فيها سنه يعني شويه. كده خلاص هبتدي بقى اهوت البصلايه زي اللون اللي انا عايزاه اهوت. طبعا معايا قطع البانيه، كان عندي صدر فرخه فمسكته قطعته، كنت نقعاه في ملح وليمون وسبته شويه وشطفته. طبعا لازم تشطفيه كويس جدا، طب بس طبعا كنت سايبه الليمون عشان الليمونه تديني ريحه حلوه كده. فشلتها خلاص وابتديت ايه انزل بالقطع بتاعه البانيه. لو انت بقى فايض منك اي حاجه، الحاجات البواقي دي بتنفع جدا. ولو عندك تعصيج مثلا، انت عملت كميه تعصيج وكنت بتعملي صواني ولا حاجه، فاض منك شويه عينيهم، تعملي مثلا صينيه جلاش، صينيه مكرونه، هتعملي اي حاجه. ممكن تعمليها سندوتشات لاولادك مثلا بالليل ولا حاجه، انتوا عارفين جوع بالليل، الناس اللي بتجوع بالليل وبتبقى محتاره تاكل ايه، فممكن كل الحاجات دي تنفع. زي ما انتوا شايفين بقى مسكت قلبت بقى كده خلاص القطع البانيه مع البصله، واسيبها ايه كده تتشوح مع بعض وتستوي، وهوريكم بقى شكلها وجمالها. والله العظيم تحفه تحفه، بحب التعصيق بتاع البانيه احلى من اللحم. فابتديت بقى دلوقتي عشان برضو ما نضيعش الوقت ونخلص بسرعه، جبت الحله التانية بقى على النار، نفس الحله اللي انا كنت بسلق فيها المكرونه، فقلت ايه هعمل فيها البشاميل. بصوا بصوا شكلها عامل ازاي. تخلصت خالص من الميه، ميه البصل. طبعا البصله والبانيه تشربوا الميه خالص، مفيش فيها اي حاجه. هبتدي انزل بالتعصيج اللي انا عملته، الطماطم والشطه، الخلطه الحلوه اللي انا عملتها. الناس اللي ما بتحبش الحاجات دي مفيش اي مشكله. طبعا بقى احط في الحله التانية معلقتين سمنه كبار، وحاطه 6 معالق دقيق، وهمسكهم انخلهم كده عشان لو في الدقيق اي حاجه، لان طبعا زي ما قلت لكم الدقيق فايض مني من رمضان فكنت عيناه في التلاجة. اي حاجه تفيض منك حطيها في الفريزر، الفريزر بيحافظ لك على الحاجه فتره طويله جدا، حتى لو قعد سنه واكتر من سنه كمان. اي بواقي عندك تحطيها في الفريزر، وكل ما تستخدمي حاجة او هتعوزي حاجة في وصفة او في اكل هتعمليه بتطلعي وتستخدميها. كده بقى زي ما انتوا شايفين نزلت بالطماطم والفلفل بقى الشطة، ما اقولكوش بقى على الخلطة الجبارة التحفة دي. دي بقى هديها بقى تشويحة تقليبة كده، وبقى نبهر بقى التعصيق بتاعنا. بصوا بقى انا خليت البصلة مع البانيه يتعصجوا من غير ما احط اي بهار ومن غير ما احط اي حاجة، تبقى بتدي طعم وسكارة تحفة. ما تحطيش البهارات على طول مع الحاجة وانتي بتعصجيها، خلي دايما البهارات بتاعتك في الاخر عشان تبقى ريحة البهارات موجودة زي ما هي، وما تلاقيش البهارات بتاعتك بصوا راحت خالص خالص مع الاكلة. كده خلاص بوريكم ال6 معالق دي بنخلهم كويس قوي عشان لو في الدقيق حاجة واحنا مش شايفينها فبان في النخيل بتاعت الدقيق. كده خلاص اهوت خلصت. السمنة بتاعتي ساحت ونزلت بكمية الدقيق، 6 معالق دقيق كبار، بس 6 معالق كبار ليه؟ علشان انا هعمل ايه صينية كبيرة شوية. وطبعا الدقيق على حسب الكمية اللي انت هتعمليها في البشاميل. شوفي هتعملي بشاميل قد ايه. بصوا بوريكم اهوت ان الحمد لله ما فيش فيها اي حاجة، بس برضو يعني احتفاظا لازم نشوف الدقيق ننخله كويس جدا عشان لو في حاجة واحنا مش واخدين بالنا ولا حاجة. كده زي ما انتوا شايفين بقى اهوت التعصيق بتاع البانيه، هبتدي بقى ابهره. اي بهارات عندك، مفيش حاجه اسمها بهارات اساسيه. في ناس تقول لك لا المكرونه بالبشاميل لازم تحطي كذا وكذا وكذا، لا، انا مش كده، انا بمشي بالبركه، واي حاجه موجوده عندي انا بعمل بيها. بوريكم بقى اهوت انا هعمل بقى بالمضرب، اقعد بقى اعمل في الدقيق والسمنه لحد ما الدقيق والسمنه يتشوحوا كده وريحه الدقيق تطلع مع السمنه، تعرفي ان خلاص، فتنزلي بكميه اللبن وشويه شويه باللبن. كده خلاص اديت تقليبه اهوت، ونجيب بقى بتاعه البهارات بتاعتنا، اي بهاره عندك. بصوا البهارات الاساسيه في الاكلات بتاعتي دايما الفلفل الاسمر والكمون، ولكن انا عندي بهارات لحمه حطيت معلقه، عندي فلفل اسمر حطيت معلقه زي ما انتم شايفين، معلقه كمون،
عندي بهارات اللي هي ال7 بهارات حطيت. اي بهارات عندك متاحة موجودة عندك اشتغلي بيها ومشي اكلك ومشي الحاجة اللي انت بتعمليها، ما تقفيش على حاجة. وحطيت مكعب مرق، والناس اللي بتحبش المكعبات المرق تستغنى عنه عادي، ما فيش اي مشكلة. وتحطي معلقة الملح بتاعتك وتظبطي الملح، ويبقى كده خلاص. وتسيبي بقى البتاع تاخد كمان غلوتين كده، تعصق كمان شوية، ويبقى كده خلاص. يبقى المكرونة معانا اتسلقت، وده التعصيج معانا خلص. وبنعمل بقى ايه؟ البشاميل. طريقة سهلة خالص، مفيش فيها اي حاجة اهو. ودي طبعا اول اكلة كده، ايه مش اول اكلة يا جماعة، يعني ده اول حاجة اقف فيها فترة طويلة ان انا اعملها بعد تعبي طبعا. يا رب يشفي كل مريض يا رب العالمين، ومحدش يشوف اللي انا شفته. والله العظيم انا ما بحبش الشر لحد، الحمد لله رب العالمين. دايما وانا كنت على سريري اقول يا رب محدش يشوف اللي انا شفته، يا رب يشفي كل مريض، يا رب يبعد اي حاجة وحشة عن كل الناس. والله العظيم. وكنت بدعي كمان لاخواتنا في غزة وفلسطين. وبصوا، طول ما انا تعبانة والله العظيم، وغير كده كمان لو انا حتى في الايام العادية وانا بكنس وانا بدعك وانا بعمل، بقعد ادعي، بقعد اصلي على النبي، بقعد اقول قرآن، تقعد تقولي قل هو الله احد. جايبه حاجات على التلاجة، التيكت الحاجات اللي هي بتتلزق على التلاجة كلها قرآن. وانا رايحه وانا جايه والله بفتح التلاجة بسم الله ما شاء الله. بصوا الحاجات دي بتفكرك قوي، تبصي كده تلاقي الله اكبر، صلى على النبي. قولي قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. كل الحاجات دي طول ما انت واقفه ما تخليش بقك واقف ساكته وخلاص، او مثلا بتقولي او لا، اقعدي قولي الحاجات الحلوه دي. طول ما انا واقفه بقعد اعمل كده طبعا عشان ما نروحش بعيد. فايه ابتديت حطيت بقى، قلت مقرب بقى لكم الحله اللي هي بتاعه البشاميل. حطيت هناك التعصيجه زي ما انتم شايفين، قلت خليه بقى يعمل مع بعضه. بصوا بقى لما الطماطم مع البانيه مع البصله كده يتعصجوا كويس، بصوا معنى اصح بتتسبك الطماطم قوي، وكل الحاجات اللي فيها كده بتخش في قلب البانيه مع البصله، بتدي طعم وسكاره تحفه بجد والله العظيم يا جماعه. كده زي ما انتوا شايفين بقى البشاميل، نزلت باللبن شوية شوية، وعندي كوباية شوربة قلت هحطها برضه عشان يبقى البشاميل بصوا كده حاجة حلوة كده. ايوه نعمل عن نفسنا بقى، احنا الحمد لله رب العالمين ربنا شفانا وعافانا، فنقوم بقى ايه كده ونصحصح ونشوف الفوائد والحاجات اللي احنا نفسنا فيها والحاجات اللي احنا عايزين نعملها. كده خلاص حطيت بقى كمية الشوربة اهوت، وقعدت بقى اقلب. عايزه بقى ايه البشاميل بتاعك تدلعيه شويه، عندك بقى شويه جبن، عندك مثلث جبنه فايض من ابنك من الصبح او بنتك حطيه، عندك شويه جبن مشكله حطها في الفريزر، حطيه معلقتين كبار كده الحاجات دي. بصوا بقى في ناس ما بتحبش تحط خالص بهارات على البشاميل، مفيش مشكله عادي، بس انا حطيت معلقه فلفل اسمر صغيره ومعلقه كمون بس، وحطيت شويه ملح بس. وبحب البشاميل بتاعي يكون فيه سكاره، يعني ما بحبش املحه، يا دوب حبه ملح صغيره وبسيبه كده على طبيعته بيدي طعم حلو قوي. وحطيت معلقه من جبنه الموتزاريلا، انا بقول لكم فايده من رمضان، شهر رمضان كله بركه وخير يا جماعه، وكلها الحاجات الموجوده كلها فايده من شهر رمضان زي ما انتوا شايفين بقى. وبحب البشاميل يكون متوسط، ولا تقيل ولا خفيف. تقعدي بقى بص، اهم حاجه اديكي بالمضرب بقى تقعدي تقلبي تقلبي عشان ما يبقاش فيه كلاكيع كده من الدقيق او كلاكيع من البشاميل نفسه. في ناس بقى بتجيب اكياس البشاميل، والله لما بتعمليها بالطريقه ديت احلى من 100 كيس بشاميل. ما تبقيش عارفه اصلا كيس البشاميل ديت هي بتبقى حلوه كل حاجه، بس مش هتبقى زي ما انت عامله في البيت. وبعدين خلي بالك بتجيبي كيس البشاميل برضو بتحطيها في سمنه، وترجعي تحطي كيس تفضيه، وانت عايزاه لك كام كيس بقى لو انت هتعملي صينيه كبيره كيسين ولا حاجه، وتحطي اللبن. يعني يبقى ايه، يبقى انت تجيبي بقى الدقيق بتاعك وتعملي انت في البيت، طريقه سهله وخالص مفيش فيها اي حاجه. بدوها بقى بشوف ايه الطعم بتاع البشاميل، عايز حاجه تاني ولا ايه. فالحمد لله البشاميل بتاعي طلع مظبوط اهوت، وباركوا القوام بصوا بسم الله ما شاء الله القوام جميل قوي. ولو فايض منك شوربه بقى فراخ شوربه لحمه تحطي زي ما انا عملت كده، بيخليك البشاميل ده في حته تانية خالص. وما تنسوش المثلث الجبنه اللي بقول لكم بيفيد من اولادكم. ها كده خلاص بقى اهو زي ما انتم شايفين، خلاص التعصيج عماله اديله تقليبه كده، يبقى احنا خلاص خلصنا البشاميل. وده المعلقه الجميله بتاعه الجبنه الموتزاريلا، والله بحس الجبنه الموتزاريلا ديت حلوه قوي ودسمه. بصوا بسم الله ما شاء الله معلقه هي خلت بصوا البشاميل في حته تانية خالص. بعد ما ساحت وقلبت بدوقها، كنت ضايقه البشاميل قبل المعلقه دي، والله بعدها لقيت البشاميل طعمه حلو قوي بجد. لما بتحطي الحاجات ديت بتخلي البشاميل بتاعك حلو. وخلي بالك ولو انت واخده بالك ان انا مش مكلفه الحاجه ومش حاطه حاجات كتير،
زي ما في ناس تحط جبن كتير ولبن كتير ومش عارف، لا، بصوا خطوة خطوة وبالراحة وعلى قدنا، وناكل في نفس الوقت احلى اكلة، وفي نفس الوقت مقاديرنا يكون مظبوطة وما يكونش احنا مكلفين الدنيا قوي. كده خلاص بقى خلصت التعصيق، خلصت البشاميل، سلقنا المكرونة. تعالوا بقى ما نعبي الصينية، وتعالوا عشان نشوف الكارثة اللي حصلت لي في الاخر يا جماعة. بس الحمد لله زي ما قلت لكم، قدر الله وما شاء فعل. بصوا هشيل شوية من المكرونة عشان هخليها على وش الصينية، والنص التاني هنخليهم في قاع الصينية كده عشان بقى نملاهم بشاميل كده وندلعهم. كده خلاص اهوت. شيل كمان شوية، وبعد كده بقى ايه هقرب الحله بتاعه البشاميل وايه، واقعد بقى بالكبشه اقعد بقى احط، وكل ما اعوز ازود. يعني انا اهم حاجه عندي القاع بتاع البشاميل، يعني القاع بتاع المكرونه يكون مليان بشاميل كتير، وفوق برضه عشان يبقى طعمها حلو. بس برضه بحب اهتم اكتر بالقاع عشان بيديني طعم ولذاذه حلو قوي. لما الصينيه بتخش في الفرن كله بيبقبق مع بعضه كده، وكله بيتجانس مع بعض، يخشوا كده في قلب بعض زي ما بيقولوا بيندمجوا، فبيديكي طعم حلو قوي مع البشاميل اللي فوق مع اللي تحت، بينزلوا في النص كده ويعمل لك صوص حلو قوي. كده خلاص اهو بوزع المكرونه، وهبتدي ايه، لقيت بقى يعني عايز يتشال منها شويه لحد ما ظبطت. بصوا الصينيه خلاص اهوت، وهبتدي بقى ايه بالكبشه كده واحط البشاميل. البشاميل بتاعي جميل وقوامه حلو قوي وطعمه حلو، كان قالب بصوا ريحه المطبخ فعلا حرفيا يعني. زي ما انتوا شايفين هحط اهوت البشاميل اهوت، بقرب بس الصينيه او الحله عليا كده، وابتدي بقى احط. بصوا اصلا عامل ازاي تحفه يا جماعه. ولو بقى عندك معلقه قشطه ولا حاجه حطي، لو عندك سمنه بلدي حطي، بطعم حلو قوي، بتخلي برضو الصينيه كل ما بتطعميها كده بتبقى حلوه قوي. بس اقعد بقى احط بالكبشه كده على المكرونه، واقعد اقلب، وكل ما اعوز هزود. خلي بصوا كل القاع كده مليان بشاميل مع المكرونه كده، مش هخلي بقى المكرونه اللون ده، لا، اخلي كل المكرونه بيضه كده. بصوا بقى جوع اخر الليل بقى يا جماعه، اقول لكم على حاجه حلوه قوي، من غير بقى ولا لحوم ولا مش عارف ايه. الناس يقول لك لا ما فيش لحمه، ما فيش بانيه، ما فيش خالص. انا بصوا ساعات لما بجوع قوي وعندي مثلا جبنه وعندي لبن وعندي دقيق، بعمل البشاميل دوت، وبسلق شويه مكرونه، اي مكرونه، اسباجيتا، مكرونه قلم، مكرونه تحمير، بص اي نوع مكرونه، كبشه مكرونه كده على قد طاجن صغنن، او لو انت عندك صينيه صغنطوطه خالص على قدك، او على قد مثلا حد من اولادك هياكل معاكي بالليل او كده، وتروح عامله البشاميل ودلقه على المكرونه اللي انت سلقتيها، الكبشايه اللي انا بقولك حلوه كده، وتدخليهم في الفرن. والا بقى لو عندك شويه جبنه موتزاريلا رشهم على الوش وتدخليهم اهو، ولا لحمه ولا اي حاجه. بصوا الطاجن ده بيبقى تحفه تحفه بجد، كله يتخانق عليه. تعالوا بقى ما اقولكوا على رغيف العيش دوت. مين بقى اللي زي كده وما بيعمل التعصيب وتلاقي ولادك وراكي وعايزين بصوا سندوتشات؟ لازم لما بعمل تعصيب ولا حاجه تلاقي حد من ولادي واقف ورايا يقول لي يا ماما بصوا حطي لي شويه من التعصيب. يلا بالهنا والشفا على قلوبهم يا رب العالمين. كده خلاص بقى هنزل بقى. بصوا بقى الصوص بقى، يا سلام والله العظيم. بصوا الصوص دي بقى ببقبقة الفرن دوت بينتشر كده في الصينيه انتشار ما اقولكوش، فبيخلي الصينيه طعم وريحه رهيبه يا جماعه. كده خلاص اهو بوزعها، وبعد كده ابتدي احط بقى ايه كميه المكرونه التانية، ونحط كل البشاميل نخليها كلها بشاميل، وبعد كده نحط المكرونه. هقول لكم بقى ايه اللي حصل لي بقى والكارثه اللي حصلت لي. هي الحمد لله مش كارثه ولا حاجه، بس الحمد لله كنت شغاله فيلم اكشن في اخر الفيديو، بس الحمد لله رب العالمين. بصوا الصينيه دي بعد ما خلاص خلصتها وحطيت بقى كل حاجه وحطيت الجبنه وخلاص، فصلت بقى الكاميرا وشغلت الفرن. قلت بقى عشان الفرن يسخن بقى عشان ادخل الصينيه، ويكون الفرن سخن، لازم يكون الفرن سخن. وبشيل لكم الصينيه والاقي الصينيه دي طارت مني، والله العظيم طارت مني. انا مسكتها من الهوا ازاي ولحقتها ازاي مش عارفه مش عارفه. ويعني الحمد لله رب العالمين، قدر ربنا ان الصينيه ما تقعش كلها، ما تنكبش كلها، طارت من ايديا. والله مسكتها قفشتها على اخر لحظه، ولقيت الوش النص التاني بتاع المكرونه دي طار في الارض، وقع في الارض، وقع على الازاز بتاع البوتاجاز. حمدت ربنا والله، قلت الحمد لله رب العالمين على كل شيء، والله العظيم الحمد لله. فسبحان الله، انا لما حاجه بتقع مني خلاص بستسلم بسيبها تقع خلاص، لكن دي طارت مني والله، جبتها من الهوا ازاي مش عارفه، حسيت ان انا كنت في فيلم اكشن في الحته دي. فلو كانت الكاميرا شغاله والله همي يضحك وهمي يبكي.
يعني كان الواحد يزعل على الوقفة مش عشان الأكل، عشان الوقفة بس اللي أنا وقفتها، وتضحكوا ازاي إني مسكتها أنا مانيش عارفة. يعني بنتي سمعت الصوت طلعت تجري عليا، والله أنا عاملة لأولادي الأيام ديت رعب جامد قوي، كل شوية يحصل حاجة لما أولادي والله الله يكون في عونهم بجد معايا. بصوا مش حرماهم من حاجة، كل حاجة رعب، أي حاجة هم عايزينها الحمد لله مش محرومين منها. ربنا يا رب يخليهم لي يا رب العالمين. والله يا جماعة الصينية دي طرت مني ازاي مش عارفة، وجبتها ازاي مش عارفة اقول لكم. يعني بصوا ربنا سبحانه وتعالى يعني رؤوف بينا والله، الحمد لله. جات لي السرعة دي منين مع اني ما عنديش ولا سرعة ولا حاجة؟ انا لما بترعب او ما حاجة تقع مني بسيبها تقع، خلاص هو قدر ربنا ان هي تقع فبسيبها. دي طارت جبتها، طرت هقول لكم طرت وجبتها. الحمد لله رب العالمين. هوريها لكم بس بعد ما لميت بقى كل حاجه، فجيت اصور لكم افتكرت في الاخر فقلت ايه لا لازم اوريها لكم اقول لكم اللي حصل لي. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. بصوا بواقي رمضان يا جماعه، بصوا الجبنه بتاعه رمضان فيها خير وبركه ازاي، ما شاء الله. احلى بقى صينيه مكرونه بعد ما وقعت في الهوا وطارت، ممكن يكون كانت جميله جدا وطالعه. والله جوزي عملوا لي بصوا، يقول لي العيال طب قولوا لي، يعني بصوا يقول لي ولادي ايه الصينيه بتاعه المكرونه ايه رايكم في طعمها؟ العيال يقولوا جميله قوي يا بابا وطعمها حلو قوي. بيقولوا لي بيقول عشان هي دلقت من ماما شويه ومكترت في الهوا وجابتها. اشتغلت في فيلم اكشن وجابتها عشان كده طلعت طعمها حلو، لازم تتعب فيها كده وتطير وتجيبها عشان يبقى طعمها حلو. بجد ربنا يخليهم لي يا رب ويسعد قلوبهم يا رب، والله يضحكوني. بصوا بقى بعد ما وقعت، انتوا شفتوا شكلها لو هتاخدوا بالكم، بصوا شفتوا شكلها كانت كلها مليانه جبنه وبشاميل الحمد لله. والله لميت كمان، بصوا كنت بلم بالفوطه فافتكرت بقى عايزه اوريكم بقى اللي انا فيه، بقول لكم بصوا الحقوني. والله انا كنت دلوقتي بقول بصوا يا جماعه بصوا الحقوني. الحمد لله بعد بقى ما استوت وخرجت من الفرن لو هتاخدوا بالكم، بصوا النص الجميل ده، بصوا النص اللي هناك. يلا الحمد لله انا وزعتها على قد ما اقدر، يعني هخلي الجبنه والبشاميل يجوا في كل حته، بس الحمد لله. وطلعت والله احلى صينيه مكرونه بعد الوقعه اللي وقعتها وطرت في الهوا وجبناها برضو. يلا بقى تعالوا ما نقدم الاكل ونفرح اولادنا كده، وبالهنا والشفا على كل اللي كل يا رب العالمين، وربنا يخليهم لنا يا رب. بصوا اهوت، ايه رايكم بقى في الجمال؟ يعني جوزي بصي بيقول لي بصي انت جميله والله، وبصي الوش جميل ازاي. بقول له وقعت والله وقع الوش كله. قال لي طب بسم الله ما شاء الله ده اجمل وش. قلت يلا الحمد لله رب العالمين. محمد بقى واياد وانس ومعاذ، انتوا عارفين طبعا معاذ ما بيحبش يعني يتصور قوي. محمد واياد عمال يقول لانس يا انس قول معانا مش عارف ايه، وعمال يضحك، وانس طبعا ايه عمال يضحك بالسلم وخلاص كده. بصوا بقى انا بحب احط لكل حد من اولادي طبق، علشان لازم يخلص الطبق بتاعه. يعني مش هقول لكم لا مش عارف ايه، لا بحب اقدمهم في اطباق عشان اشوف كل واحد كل قد ايه وكده، علشان اخلي بالي منهم يعني. واللي ياكل شويه صغيره بزعق له اقول له لا لازم تاكل طبقك كله، لازم تخلص طبقك. بصوا بسم الله ما شاء الله مش محروقه يا جماعه، مستويه ومديه طبقه تحفه تحفه تحفه. بصوا انا بحب الطبقه دي قوي، بحب بصوا القطع اللي هي بتبقى فيها الطبقه الجميله دي. بس بالهنا والشفا على قلوب او ولادي، ومين بقى اللي بيقعد يضحي لاولاده كده ويدولهم احلى حته احلى قطعه في الصينيه. ربنا يخليهم لنا يا رب العالمين، ويخلي له زوج يا رب. والله العظيم بصوا احنا بناكل عمالين نضحك على حنين عماله تحكي لباباها بص يا بابا حصل كذا كذا، وجريت على ماما لقيتها بصوا ماسكه الصينيه عماله تقول حنين يا حنين، ونص الصينيه راح الحمد لله. بصوا بقى شويه مخلل والحمد لله رب العالمين. بالهنا والشفا على كل اللي كل. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، يكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا احلى اخوات في الدنيا. يلا مع السلامه في حفظ الله.